العالم اللي كنعيشوا فيه اليوم هو عالم المال والأعمال، ومعظم الأرباح اللي كيتحصلوا عليها الشركات هي أرباح مقرونة بالتجارة أكثر ما هي مقرونة بالصناعة، خصوصا لما كنتكلموا على ما هو رقمي أو إلكتروني. هاد الأرباح والتعاملات والشركات وغيرها كلها كتمر في نظام مالي قائم بحد ذاته، والعالم كله متفق عليه، وهو نظام اللي كيتحدد فيه الرساميل انطلاقا من مراكز مالية كتسمى البورصات. البورصة اللي كتشتغل بتداول السندات والأسهم اللي كترتقي أو كتنحدر بناء على مفهوم العرض أو الطلب، أو هي البورصات اللي في الغالب كتكون تابعة للأقطاب المالية. هاد الأقطاب والمراكز المالية هي محور هاد الفيديو، خصوصا المركز المالي الدار البيضاء ومقدار الأهمية ديالو بالنسبة للاقتصاد المغربي. من بين أكثر المشاريع اللي كان المغرب محتاجهم بزاف هو مشروع قطب المالية، واللي أخيرا شاف النور وباقي كيتطور وكيتعزز نهار على نهار. مشروع اللي الصراحة تعطلنا فيه، وخا كان خاصو يكون ابتداء من الوقت اللي المغرب حرر فيه السوق ودار اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الدول، وبدأ كيستقطب الشركات والمستثمرين باش يستثمروا في بلادنا. في الأول خصنا نفهموا شنو هو القطب المالية أو المراكز المالية. في المجمل كتكون نقطة جذب للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وقاعدة لبيانات كبيرة كيتم تسخيرها لمساعدة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين باش تسهل عليهم عملية دخول السوق المغربية والإفريقية بالخصوص. والمعدل السنوي ديالها حاليا كيتراوح ما بين 2.5 و 3.5 مليار دولار. وكذلك كتكون بورصة كيتم تداول اسم الشركات فيها والرأسمالات، بزاف د السندات وتوزيع وتسهيل الاستثمارات سواء للشركات أو للأفراد. وبالنسبة للقطب المالي في الدار البيضاء غادي يقدر يرفع من الاستثمارات الأجنبية في المغرب تدريجيا، كيتم ضخها كل سنة في بلادنا، بمعنى أن تواجد مركز مالي قوي كيشجع على الاستثمارات الأجنبية أكثر فأكثر. وناخذ تركيا على سبيل المثال. من بعد تشييدها للقطب المالي الخاص بها في مدينة اسطنبول، الاستثمارات الأجنبية بدأت كتزايد بشكل سريع وقدرت تبلغ 13.6 مليار دولار سنة 2018. وكذلك ناخذ مثال من البرازيل لما قدرت تستحوذ على أزيد من 70 مليار دولار في سنة 2020 فقط. وهنا بالنسبة للقطب المالي المغربي كاين بزاف المزايا واللي كتخليه ممكن يتفوق على المركز المالي التركي، وأولى المزايا هي أنه باقي حتى ما كمل ويقدر يتفوق على القطب المالي جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، وكيحتل المرتبة الأولى على الصعيد القاري، ثانيا في الدراسات الاقتصادية المتعلقة به. من المؤسسات المالية الدولية كيتكلموا على أنه غيكون هو المنطلق الأول للشركات الدولية اللي باغا تستثمر في إفريقيا، حيث ببساطة هو أقرب للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين وحتى الأسيويين، بينما جنوب إفريقيا كدولة كتبقى بعيدة بزاف. وبالنسبة للمتعاملين الماليين والاقتصاديين من أوروبا وأمريكا، من الضروري غيفضلوا مركز مالي داخل المغرب لعقد اللقاءات والاجتماعات مع متعاملين اقتصاديين أفارقة. وكذلك وضع فروع ومكاتب خاصة بشركاتهم داخل القارة، بما أنها بعيدة بساعات أقل مقارنة مع جنوب إفريقيا اللي على الأقل كتبعد مسافة 12 ساعة أو أكثر بالطائرة، ومن غير الموقع الاستراتيجي. المغرب دار واحد الخطوة عملاقة، وهي انضمامه لنادي الأقطاب المالية الأكبر في العالم،
واللي كيتعتبر نادي العمالقة وفيه 16 قطب مالي فقط. والقطب المالي للدار البيضاء كيتعتبر القطب المالي الافريقي الوحيد اللي نال هذا الامتياز، وهذه الخطوة غادي تعطيه القدرة باش يوصل لقاعدة بيانات اقتصادية عملاقة ممتدة على طول القارات كلها، سواء من أسواق ولا شركات ولا مستثمرين جداد. والممتاز في الأمر أن تركيا شفتوا أرقام الاستثمارات ديالها كيفاش ارتفعت من بعد ما افتتحت القطب المالي الخاص بها. نفسها ما نالتش امتياز الدخول لهذا النادي المصغر، يعني بلا هذا النادي، وحققت طفرة في الاستثمارات الأجنبية. والمغرب اللي نال العضوية ديالو فيه. جانب ذلك القطب المالي أيضا غيوفر قاعدة بيانات متاحة لشركات قطاع الخدمات. كفي نقول لكم أن القطب المالي الدار البيضاء باقي حتى ما كملش، وبدينا كنلاحظوا تطور كبير في صادرات الخدمات المغربية اللي غادية وكترتفع سنة بعد سنة. 2019 بلغت حوالي 22 مليار دولار تقريبا. هذه الخدمات اللي كتكون في قطاعات النقل واللوجستيك والتأمين والاتصالات والتكنولوجيا والمعلوميات والخدمات المالية، يعني مستقبلا هذا الرقم غادي يرتفع، يقدر يولي الرافع الأساسي للاقتصاد الوطني. نقطة أخرى واللي هي التجارة، اللي غنتكلموا على قطاع التجارة. راه بالفعل تعطلنا بزاف في هذا الجانب كاملين. هذا الشيء كان شار ليه السيد مولاي حفيظ العالمي وزير الصناعة السابق، لما قال بالحرف سنة 2019 بأن المغرب حاليا كيتعتبر من الدول المصنعة، وعندنا شركات كثيرة كتشتغل بالصناعة، ولكن قليل بزاف هي الشركات اللي كتشتغل في التجارة، وحتى اللي كدير التجارة كديرها داخل المغرب فقط. وصلت لمرحلة مزاولة التجارة الدولية، وحسب الدراسات مجال التجارة فقط يقدر يضيف لنا الإمكانيات اللي كنتوفروا عليها حاليا. ودول بحال إسبانيا وفرنسا كيستغلوا ضعف المغرب في هذا الجانب بشكل كبير، وكياخدوا السلع مغربية وكيعاودوا لها تغليف وكيبيعوها من جديد داخل الأسواق الأوروبية على أنها إسبانية أو فرنسية. ولهذا الشيء راه من الضروري أن المغرب يراهن داخل الأقطاب. وصلنا لنهاية الفيديو أعزائي المشاهدين، ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.